يا حلاوتك يا جمالك خليت للحلوين ايه، احنا اللي خللناه وحشيناه. مخلي المحشي اللفت يا جماعة من احلى واجمل المحاشي اللي ممكن تاكليها في حياتك. وواحدة بعتتلي على الخاص بتقولي الفراخ بتبقى زفرة معايا. بصوا خلطة الفراخ دي اعتمديها، بصل وطماطم، بصلاية وطماطماية، ورق لوري وحبهان بهارات فراخ، ورق لوري وحبهان ملح وفلفل. ودي هتعتمديها، دي الصلصة بتاعة المحشي. هنا حطيت مية على النار فيها ورق لوري وحبهان وملح وفلفل وبهارات فراخ. الفراخ عشان ما تكونش زفرة معاكي لازم تغسليها بليمون ودقيق. ما تغسليش الفراخ بخل ابدا ابدا ابدا، ومستحيل هتاكلي فراخ زفرة تاني في حياتك. ماشي. وبعد كده تعملي لها الخلطة دي. الخلطة دي يا جماعة 10/10 اعتمديها. ده ورق اللفت اللي انا خللته معاكم، حطيته في الفريزر. بصوا متجمد ازاي، طلعيه متجمد كده. بتطلعيه كده من الفريزر وهو متجمد، ما تسيبيهوش يفك. وتقومي جايبه عليه ميه بتغلي كده، هتلاقيه كله ريسي كده يعني هبط كده. بعدين تغسليه كويس جدا تحت الحنفية 50,000 مرة، لأنه هو بيبقى فيه طين كده وما بيبقى مش نضيف يعني. فانتي اغسليه كويس جدا لحد ما المية بتاعته بتبقى نضيفة. عايزة اوريكم الشوربة من النهاردة، ما تقوليش ابدا ان الفراخ بتاعتك بتبقى زفرة. عايزة اقولك الفراخ ما بتتغسلش بخل، لان الخل بيزفرها. دي صلصة المحشي، نزلت عليها ب7 بهارات وكمون وفلفل اسمر وكزبرة وملح. وبعد كده غسلت كيلو رز وقلبت الصلصة دي. الصلصة عملتها بالطريقة العادية وعملتها معاكم قبل كده. تمام. ونزلت بالخضرة بتاعتي وهحشيه بقى بالطريقة اللي هي الحجاب، احنا بنحب نحشيه كده. وحطيت في الحلة شوية خضرة وقرن فلفل حامي، وحطيت كمان شطة. شطة في التخديعة في الصلصة بتاعة المحشي. بصوا محشي اللفت بيحب يبقى حراق لازم يعني. وبنحشيه بالطريقة دي، او تحشيه بالطريقة العادية زي ما بتحشي الورق العنب، بس بنسيبه مفتوح من الجنبين. بس كده. وبعد كده قطعت على الوش كده قرن فلفل حامي برضو. وبصوا الشوربة، والله العظيم هتشربي شوية شوربة 10/10. بتسقي المحشي بتاعك، وبعد ما سقيته كده بقطع عليه يعني بفرك عليه كده مرقة. وبعد كده بغطيه عشان ما يفكش مني، واول ما بيغلي بغطي عليه. وده شكله. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. لو وصلتي لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم. واحنا اللي خللناه وحشيناه. جربوا محشي اللفت يا بنات، من احلى واجمل المحاشي اللي ممكن تاكليها، ولو جربتيه مش هتحشي كرنب ولا ورق عنب تاني. بحبكم قوي، سلام عليكم، باي باي.